اذا درتي هاد التحليه للمعلم راح تولي للاهم. هاد التحليه تجي بزاف بنينه وصدقوني لا درتوها راكم باصيتو مع ولادكم والعائله. سلام الزينات، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. اليوم راح نشارك معكم تحليه الملوك. كيما راكم تشوفوا الحطه والبعه والبنه، ما نحكي لكمش. تحليه لومباسادور، الناس اللي ما تعرفهاش هاد التحليه تجي بزاف بزاف بنينه. تبعوا الفيديو للاخير ويلا نروح نشوفوا الوصفه. بسم الله على بركه الله. اول حاجه راح نجيب كاس وربع تاع حليب، نحطهم في كاسخول، ندي هذيك الكاسخول للنار، يسخن معايا الحليب، ما تخليوهش يغلي، يسخن فقط. شوفوا انا ما نديرش يسخن الحليب حتى نضيف المكون هذا. راح ندير حبه تاع بيض تكون بحراره الغرفه، نضيف لها 2 مغارف كبار تاع سكر عادي، نضيف لها ملعقه كبيره تاع مايزينا، ولازم تكون المايزينا المغرف تكون بومبي ما تكونش ممسوحه. نخلط كلش مع بعض. هذه راح نحضروا لا كريم باتيسير. نضيف الفانيليا تكون بودرة، ولا هي من الأحسن ديروها ليكيد خير، وديروا كمية مليحة باش ما يبانش الريحة تاع البيض في هاد لا كريم. هنا واش راح ندير؟ نخلط هذا كلش جيدا، وبعدها نجيب هذاك الحليب سخنته برك ما تغليوش، سخنته. راح ندير كمية من الحليب ونبقى نحرك باش ما يطيبليش الحليب، لازم تزربو، لازم نحرك بسرعة. وفي نفس الوقت راني ندير كمية من الحليب، ومن بعد نعاود هذا الخليط، هاد الميلونج نعاود نرجعو للكاسرول ونحطوه فوق النار حتى يعقد معايا هاد الميلونج. وبعدها نجي نحطوه في طبسي. دوك تشوفوا البنات الطريقه. هاد التحليه قلت لكم تجي بالطبقات، كل طبقه بنينه على اختها، وتجي واحد البنه ما نقدرش نوصف لكم البنه تاعها يا البنات، تجي هايله وصاي. هنا راح نخلط جيدا حتى يعقد معايا الخليط. شوفوا هنا فرغته في هذا الطبسي. راح نجيب البابي فيلم نغطيه يكون اون كونتاكت مع هذا الميلونج باش ما تشكلناش الطبقه من الاعلى. نحطه في الثلاجه ولا اللي مزروبه تحط في الكونجيلاتور باش تبرد مع هذه الطبقه. ونروح نحضروا الطبقه الثانيه اللي تجي بزاف بزاف بنينه حتى هي. واش نحتاجو في الطبقه الثانيه البنات؟ دوك نقول لكم واش نحتاجو. قبل ما نقول لكم واش نحتاجو، ما تنساوليش هذاك الجيم والبارطاج. ربي يحفظكم ان شاء الله، ونشكركم كامل على تعليقاتكم. هنا في كاسخول راح ندير كاس تاع فرز، نضيف له 2 مغارف كبار تاع سكر عادي و2 مغارف كبار تاع ماء. نحط هذا الخليط فوق النار، يغلي معايا شويه. وكي تمسوه بالملعقه ولا بالموس راح تلقاو باللي الفرز تاعكم ولات طريه. يعني لازم تطيب لكم 10 دقائق وطفيو عليها، راح تطلق سيرو وراح تكون الفرز تاعنا طابت، يعني ما تجيش هكاك يابسه. هذه الطبقه نحتاجوها نديروها من الاسفل. دوك نوري لكم الكيسان اللي تقدروا ديروهم فيهم. هذه اللي حبت دير مشروع دير في هذه الكؤوس، تقدر تبيعهم وحده ب 15,000، تلحق حتى ل 20,000 على حسب المواد اللي درتو بهم. دوك نقول لكم، يعني اعطيكم اختيارات اذا حبيتوا ديروها مشروع. راح نجي نحط هذه الطبقه الاولى تاع الفراز في الكيسان كامل. هذه الكميه دارت لي 5 كيسان تاع هذه التحليه. بعد ما ندير هاد الطبقه تاع الفرد راح نروح نجيب مادلان. انايا كنت مزروبه درت غير المادلان. اللي حبت دير مشروع تحضر جينواز تكون بحبه بيض ولا بزوج حبات بيض، وديرها كطبقه احسن واحسن باش تربح في المشروع تاعها. شوفوا هنايا درت المادلان. وبعد ما ندير المادلان راح نجيب عصير برتقال، نكون عصرت حبه تاع برتقال، ولا واللي تخدم مشروع تقدر ما ديش عصير البرتقال، خاصه في الايام العاديه ما يكونش كاين، يكون غالي. سما راح ديري لهم عصير اللي يتباع نورمال. المهم تشمخوا نتوما هاد الماتلان تاعكم ولا الجينواز، ولا تقدروا ديروا حتى سيرو. وهو يعني لو كان ديروها بعصير برتقال احسن واحسن، عصير برتقال عصير ليمون كيما تحبوا. وشنو لا درتوها بعصير الليمون لازم يكون يعني فيه السكر، ما يكونش حامض. هنا راح نشمخ هاد المادلان تاعي بعصير برتقال. وبعدها راح نجي نحضر لا كريم باتيسيير، راح نطلعها بالباتوغ ونديرها كطبقه بعد هذه الطبقه. هذا التحليه انا كل عام نحضرها لولادي باسكو تجي بزاف بنينه ويحبوها بزاف. هنايا هذيك لا كريم باتيسيير تاعنا نجي نطلعها بالباتوغ مليح مليح حتى تولي لنا كريميه، ما توليناش ما تبقاش يعني بهذا الشكل دي مورسو. لازم نطلعوها مليح. هنا بعد ما نطلعها راح نديرها في بوش، ونجي نجيب الكيسان تاوعي نديرها كطبقه بعد المادلان. وصدقوني البنات واحد البنه ما نقدرش نقول لكم البنه تاعها تلمو تجي بنينه ما راحش تشبعوا منها.
بعد ما ندير لا كريم باتيسير راح نجيب قطع تاع فراوله، فراوله نكون قطعتها الى قطع كيما راكم تشوفوا، راني نقطع فيها ونحطها كطبقه ثانيه. قلت لكم علاش هاد لومباسادور تكون غاليه، باسكو فيها مكونات بزاف وفيها طبقات وفيها البيض، تما كي تبيعوها راح تبيعوها 15000 حتى ل 20000، وسعر البيع يختلف من ولايه الى اخرى، كيما تمن راست ماشي كيما في الجي. السعر مختلف حتى في المواد الغذائيه. احنا نروح نحضروا الطبقه الاخيره اللي فيها كاس الا ربع تاع بودره شونتي مع علبه كريم ديسر. كي تكونوا ديروها مشروع ما ديروش علبه الكريم ديسر، ديروا عطر الكراميل فقط. ندير نص كاس تاع حليب ونطلع بالباتور مليح حتى نتحصل على كريمه تكون ثقيله، وهاد الكريمه تجي بزاف بنينه كي ديروا فيها الكريم ديسر. بصح كي ديروها مشروع باش ما يعني باش تربحوا في المشروع تاعكم ديروا غير عطر الكراميل وهو يكفي. راح نجي ندير هنا الطبقه الاخيره، وكي نكملوا التزيين راح نزينوا كيما نحبوا. شوفوا في المحلات راهم ما يديروش الفراز من الاعلى، يديروا سواء كاوكاو ايفيلي. والمهم تزيين بسيط باش ما يكلفهمش بزاف. وانتم حبيتوا ديروا نص حبه فرز ديروا، حبيتوا ديروا اي حاجه ديروها، يعني التزيين يرجع اختياري لكم. هذه هي وصفه نهار اليوم البنات، ان شاء الله تكون عجبتكم. في الاخير راح ندير شويه تاع لوز ايفيلي نحمصو، لازم تحمصوا اللوز تاعكم ما تخليوهش ابيض، ونزين بنص حبه تاع فرز اللي كنت درت لها الجولي. وان شاء الله تكون عجبتكم وصفه نهار اليوم، ان شاء الله تجربوها وتخلوا لي في التعليقات. شوفوا كي ديروا التزيين تاعكم بالفراز راح تجيكم خير وخير، خاصه كي تكونوا درتوها للعائله ولولادكم، وخاصه اذا حبيتوا ديروها ثاني لضيافكم، الناس اللي عندها باغ اكزومبل مهيبه ولا خطبه حبت تدي الناس دارها هذه التحليه، نقول لك غير ديريها لهم، على بالي راح تحمر لك وجهك. وصلنا لنهايه الفيديو. في الاخير ما بقى لي غير نقول لكم صحه فطوركم، صحه رمضانكم، سلام.